ازيكم عاملين ايه؟ حقن التخسيس، هل حقن التخسيس دي مفيدة وينفع تساعدنا واحنا بنخس ولا لا؟ بص، نزولنا بطريقة طبيعية افضل كتير من ان انا ادخل جسمي كيميكالز وهرمونز وحاجات زي كده. فمثلا لو انا ببتدي دايت وبخس عليه وعارفة كنترول نفسي ومظبط نفسي وفعلا بلاقي نتيجة كويسة، حلو. يعني لو انا وزني زيادة وعارف انزل بالدايت وباجي على نفسي شوية وبخلي بالي وبختار انواع وعارف اظبط نفسي، كمل كده، وده افضل حاجة، دي افضل طريقة. بس الحقيقة انه في ناس فعلا مش بتعرف تنزل بالطرق الطبيعية، ده اللي انا اكتشفته مع الوقت. في ناس مش عارفة تنزل بالطريقة الطبيعية، بنعمل دايت بلان ونبعته ونحاول ونتكلم مع بعض ونحط بدايل ونشتغل مع بعض، نزول صعب نتيجة حاجات كتير قوي. نتيجة انه الناس دي مثلا كانت بتعمل دايت كتير قوي وترجع تاني، نتيجة حرمانها قوي من الاكل فالحرق قل معاها. حاجات كتير قوي بتخلي الشخص بعد ما ينزل يرجع تاني، او انه هو بيعمل دايت دلوقتي ومش بينزل خالص، يعني نزوله صعب جدا. مين اللي ياخدها؟ طبعا اللي هم عندهم اوزان عالية قوي، 20 30 40 فيما فوق بقى كيلو، ده طبعا هيساعد معاهم جدا. طيب، هل في انواع للحقن؟ في انواع بتنزل 22 ل 23% من الوزن. في حقن اقل من كده، دي اعلى حاجة، 22 23% من وزنك بتنزل مع الحقن دي، اللي هي بتتاخد لمدة 6 شهور تقريبا، او من 3 ل 6 يعني. في حقن تانية، انواع تانية بتنزل 14%. في حقن تانية بتنزل 5% من وزن، حسب ما انت هتختار وحسب الدكتور اللي متابع معاك بيقولك ايه افضل طريقة او ايه الحاجة اللي انتوا بتتفقوا عليها يعني. طبعا في اسعار مختلفة كتير، والحاجات مش رخيصة، الحاجات غالية. طيب، هل ينفع اخدها مع نفسي كده وانطلق؟ الحقيقة لا، لازم تكون بتاخدها مع نظام غذائي. ليه؟ لو انا خدتها وفضلت اكل زي ما انا مش هخس، لان هي بتساعد على سد الشهية. فلو انا فضلت اكل بنفس الكميات وبنفس الطريقة مش هخس. بلس انه انا لو فضلت اكل مقليات وحاجات مليانة زيوت ومليانة دهون ومعجنات، معدتك هتتبهدل، لانه من الاثار السلبية بتاعتها او سايد افكت بتاعها انه بتسبب اسهال او امساك، بتسبب شوية كده غثيان او صداع، ليها سايد افكت كده شوية. كل برضو حقنة مختلفة عن التانية. لو انا زودت في الاكل الغير صحي اللي هو مليان زيوت وحاجات زي كده، السايد افكت دي بتعلى معاك، فبتبقى مش قادر، تعبان جدا. فما تعملش كده، لازم تبقى ماشي بنظام غذائي، ودي افضل حاجة. تبتدي مثلا شهر بنظام غذائي تمشي فيه كويس، تدرب نفسك، وبعدين تبتدي تدخل الحقن دي بالتدريج. نبتدي ندخلها بالتدريج. في حقن بقى بتتاخد مرة كل اسبوع، في حقن بتتاخد مرة كل يوم. خلاص، حسب زي ما اتفقنا، الاتفاق اللي انتوا بتتفقوا عليه مع الدكتور او المتخصص التغذية اللي انتوا بتتعاملوا معاه او بتتفقوا معاه. طيب، اي حد ينفع ياخدها؟ الحالات النورمال اللي ما عندهمش مشكله صحيه مفيش مشكله، بس طبعا الحوامل لا، اللي بيرضعوا لا، اللي عندهم مشاكل في الغده طبعا بلاش، اللي عندهم تاريخ عائلي مثلا من سرطان في الغده او حاجه زي كده بلاش. يعني في شويه حالات كده بلاش، يعني كيسز كده، بس في العادي كله ينفع معاه. طبعا اقل من 12 سنه مش هينفع. فلو انت مضطر ان انت تاخد حقن، لو انت جربت كل الطرق ومش نافعة خالص، وبتنزل وبترجع ومش عارف تتعود، وحاولت بجد بأمانة، ممكن تبتدي تفكر في موضوع الحقن. بس درسها كويس وتكلم مع حد متخصص يفهمك دي بتاعت ايه ودي هتعمل ايه وده السايد افكت بتاعها ايه وايه المشاكل اللي هنعملها وايه النظام الغذائي اللي انت هتمشي عليه. كل الحاجات دي مهم ان انت تعرفها. الحقن دي مش بتخسسك مرة واحدة، يعني مش لما هاخدها هخس، لا، هي بتشتغل زي ما قلنا على سد الشهية. فاحنا بناخدها في اول جرعة، بعدين بتسد شهيتك، بتبتدي تقلل، بالتالي بتقلل كميات الاكل،
مع المجهود والرياضة وحاجات زي كده بتتفقوا فيها مع بعض انت والنيوتريشنست اللي بتتابع معاه، بتبتدي تنزل في الوزن. بعدين بتزود الجرعة. طبعا كل حقنة مختلفة عن التانية، مختلفة عن النظام بتاعها، فلازم تقرأ كويس، لازم تسأل في الموضوع، لازم تشوف هتمشي ازاي، لازم تدرس الموضوع كويس. هل هي احسن ولا العمليات؟ انا رأيي الشخصي ان الحقن، لو انت هتقارن بين الاتنين، الحقن افضل كتير. اوكي، ف يعني ده كان رأيي عن موضوع الحقن، عشان كذا حد كان بيبعت ويسألني عليه. لو عندك اي سؤال ابعتلي، ولو محتاج متابعة ابعتلي. انا بعمل باكجز من شهر ل6 شهور. بتابع معاك بصفة يومية، معاك اونلاين على الواتساب. ممكن تجيلي زيارات في العيادة، تقيس الام بادي، تشوف البادي كومبوزيشن بتاعك، تشوف نسبة الدهون، نسبة المسلز، بننزل قد ايه، بنتابع مع بعض، بنشوف الاكل اللي انت بتحبه والاكل اللي انت مش بتحبه، بنحط بدايل مع بعض للاكلات الحلو او الحادق، بنظبط الدنيا مع بعض. بصوا، بفرح جدا لما بلاقي ناس خلصت معايا ووزنها وصل للوزن اللي هي عايزاه وهم ثابتين ومكملين. اتعودنا خلال فترة المتابعة مع بعض ناكل ازاي نحط بديل، ازاي نخلي بالنا من اكلنا. فلما بنوصل للوزن بتاعنا ما بنرجعش تاني، وده الهدف، ودي اكتر تحدي احنا بنقابله، لانه كتير قوي بنوصل للهدف بتاعي وبعدين ارجع ازيد تاني، ملهاش لازمة. فلو محتاجين اي سؤال ابعتولي وانا معاكم. ربنا معاكم.